جاء نادي الزمالك في مباراته اليوم امام العهد اللبناني، لكن اللي اكيد اهم من وراه هو سلامه لاعبي نادي الزمالك زي ما بنتمناها لكل لاعبي كره القدم. حسام باولو اللاعب المصاب، حسام طمنا عليك، احنا عايزين نطمن عليك مش اكتر. رجليا بس اتلوت والله في كوره في نص الملعب كده، سمعت طرقعه كده في الانكل، استحملت ودوست عليها عشان احنا كنا محتاجين نكسب الماتش عشان عايزين نصعد لقبل النهائي. بس الحمد لله يعني رايح اعمل اشعه دلوقتي وربنا يسترها ان شاء الله يعني. حسام التشخيص المبدئي ايه، او يعني الدكتور قال لك ايه في الملعب دكتور طارق؟ ما هو انا طالع على اساس ان انا سليم، بس انا طالع وانا استحملت ولعبت عليها بتاع 25 دقيقه وهي اتلوت تحت رجليا وسمعت طرقعه، بس كنت قادر استحمل. بس يلا الحمد لله يعني. في الانكل يا حسام، يعني الطرقعه دي كانت في كره مشتركه ولا في حركه مفاجاه للرجل؟ كره مشتركه ورجليا راحت اتلوت كده وسمعت طرقعه، هي ورمت على طول في ساعتها، بس استحملت وقلت ادوس على نفسي عشان ان احنا ربنا يكرمنا ونكسب. بس يلا الحمد لله ما فيش نصيب. احساسك ايه بزعل جمهور الزمالك يا حسام؟ والله احنا مش عارفين في ايه بصراحة. احنا مش قادرين نفرح الجمهور، والجمهور زعلان مننا ومجلس الإدارة والدنيا كلها زعلانة مننا، بس احنا مش عارفين في ايه يعني. معلش يا حسام، انا عارف ان انت مصاب، بس العيب فين؟ يعني لعيبه على اعلى مستوى، جهاز فني محترم، اداره بتوفر لكم كل حاجه كلاعبين، يعني الحلقه المفقوده فين في اللي بيحصل في نادي الزمالك؟ والله ما فيش حد مقصر معانا بحاجة، بس احنا اللي مقصرين يعني. الكرة مش ماشية معانا، مش فيش توفيق يعني. ان شاء الله اتمنى الفتره الجايه محتاجين ايه، وخاصه عندكم ماتش كاس اكيد، يعني جماهير الزمالك مش متحمله صدمه ثانيه يا حسام، وبطوله الكاس تقريبا هي الامل الاخير ان انتوا تقدروا تثبتوا كجيل ان انتوا قادر على تيشيرت نادي الزمالك، التيشيرت الكبير والعظيم اللي انتوا لابسينه ده. والله احنا بنلعب في نادي كبير، وطبعا واللعيبه كلها عارفه ان بتلعب في نادي كبير، وان شاء الله يعني ربنا يكرمنا الفتره الجايه ويكون في احسن، يعني نفرح جمهورنا باذن الله. حسام انا اخيرا مش هطول عليك، بس في بعض جماهير الزمالك زعلانه منك، انا عايزك تصلح جماهير الزمالك لان انت من اللعيبه المحترمه، اللعيبه المهذبه، وبعض الجماهير فعلا زعلانين منك بعد المباراه، تقول لهم ايه؟ والله هم بس يعني هم يعني بيشتمونا، واحنا برضو مضغوطين وعايزين نكسب، مش موفقين في البطوله الافريقيه وفي الدوري، وعايزين نكسب وعايزين نفرحهم. ما فيش حد بيحب الخساره، ما فيش حد عايز يخسر، بس هو النصيب. يلا الحمد لله يعني. وعدوا جماهير الزمالك ان انتوا تقفوا على رجلكم بسرعه، ولا الموضوع هيبقى صعب في الظروف اللي انتوا عايشينها؟ ما فيش حاجه في الكوره صعبه يعني، احنا رجاله وان شاء الله قادرين نفرحنا جمهورنا الزمالك باذن الله. حسام بقول لك الحمد لله على سلامتك، وان شاء الله ترجع، وان شاء الله نادي الزمالك نادي كبير وتقدروا تفرحوا جماهيركم مره ثانيه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. كابتن مدحت، ده كان لقاء خاص مع حسام باولو لاعب نادي الزمالك من مقر اقامه نادي الزمالك عقب عوده الفريق، والحمد لله اطمنا على اصابه حسام. ويمكن كان ليا حوار مع طبيب النادي اكد ان الاصابه ان شاء الله بسيطه، عباره عن كدمه قوافي الانكل، وان شاء الله يرجع بسرعه للملاعب. والان عوده الى استاد العرب.